السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديال الحنه. جيت اليوم بغيت نشارك معكم هذا الشيار كيجي خفيف، كيجي رائع صراحه، كنتمنى تجربوه. عندي هنا تقريبا شي كيلو ونص ديال الفورص ونص كيلو تقريبا ديال الفينو. ما كنكثروش الفينو باش ما يجيناش ثقيل، باش يجي خفيف. هذا 2 معالق تقريبا ديال الزيت، الملحه وشي شويه ديال الخميره المعجونه. صافي هنايا غنبدا نعجن في هاد العجينه ديالي بشويه ديال الماء دافي. كنخليوها خفيفه مطلوقه كما كتشوفوا معايا. صافي من بعد ما عجنتها انا خليتها كترتاح وغطيت عليها. صافي من بعد ما ارتاحت ليا هكا شي 10 ديال الدقائق، رجعت كندلك فيها واحد شويه، غير شي شويه كيف ما كتشوفوا معايا. هي كتجي العجينه خفيفه بحال ديال الشفنج. غنرجع نخليها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق. هاهي من بعد ما ارتاحت وخمرات غنبدا نشكل الكرات ديالي. شوف ما شاء الله كيفاش كيجي. عجينه خفيفه بحال ديال الشفنج، كيجيبوا شيار خفيف. دابا كندير يدي في الزيت وكنبدا نشكل كويرات وكنحطو في الكره في الفينو. حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. هذا باش كنبدا يعني بحال بهذه الطريقه كيخماروا شي شويه ثاني كيزيدوا يرجعوا يخماروا. هذا باش كنبدا الطياب. العجينه خصها تكون خفيفه بهذا الشكل باش يجيكم الشيار ديالكم خفيف كيجي زوين. صافي دابا ان شاء الله غنسالي هاد الكميه كامله وغندوز للمرحله ديال الطهي. كندير ايدي في شي شويه ديال الزيت وكنبدا نطلق دوك الكويرات ديال الشيار، حيت هي العجينه خفيفه بزاف كتلصق. ضروري ما نديرو شي شويه ديال الزيت باش نطلقوها.
شوفوا معايا كيفاش كيتحمر، كيجي ما شاء الله كيجي غزال. من بعد ما غنطيب هاد الكميه كامله اللي عندي ان شاء الله، غادي نوريكم كيفاش كيجي الشكل النهائي ديال هاد الشيار ديالنا اولا بوشيار. هانتوما شوفوا معايا كيفاش ما شاء الله مدهون بالزبده والعسل، كيجي غزال ما شاء الله، ما تقلعوش منه، خفيف خفيف بحال الشفنج، خفيف ما شاء الله.